السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. رمضان مبارك سعيد، نتمنى ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. اليوم جبت لكم هاد لاصوص هادي ديال البيتزا غير من القشور ديال مطيشه، كتجي اقتصاديه والبنه ما نعاودش لكم. الختوريه كاينه، شوفوا معايا الختوريه ما شاء الله واللون. ولاصوص يا البنات راه كتجي خطيره 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 غير من القشور ديال مطيشه. وحبه وحده تاع مطيشه غادي نخرجوا واحد الكميه اللي لا باس بها، اللي دير لينا حتى 8 ديال البيتزات. تخيلوا معايا البنات مع هاد غلاء الاسعار، ويعني مطيشه شويه غاليه، الله يحسن العون. هاد لاصوص هادي اقتصاديه اقتصاديه جدا. خليكم معايا. بسم الله، غنبدا على بركه الله. كما قلت لكم غير من قشور ديال المطيشه، اكيد كنحتفظوا بهم في واحد البواطه في المجمد ولا كيس ديال المجمد. يعني اي حاجه هكا وقت ما استعملنا مطيشه، سواء درناها في الطاجين سواء درناها في الطعام، هذيك القشره اننا كنحتفظوا بها واحد المده. يعني تقريبا انا هاد الكميه هذه جمعتها في 15 يوم، وانا كنجمع في هاد القشور هادو كنديرهم في هاد البواطه على هاد الشكل كما كتشوفوا. دائما كنحط البواطه كنقشر فيها مطيشه عاد كنستعملها. هنايا بطبيعه الحال غادي نستعملوا مطيشه وحده فقط، غادي نضيفوها في الكسرونه هي الاولى، عاد كنضيفوا دوك القشور ديال مطيشه وكندير ليهم واحد الكميه ديال الماء هكا، حتى كنشوفوا داك الماء يعني جا نيشان مع ديك القشره. خص يكون الماء نيشان مع القشره، ما يكونش كتير عليها ما يكونش قليل عليها، هكا باش طيب لكم بالزربه. بطبيعه الحال غادي نديرها فوق البوطه اللي غادي العافيه تكون مهيله. ديك 15 دقيقه كتكون طايبه، يعني دغيا كيطيبوا. كما غادي تشوفوا كيجوا كنتحصلوا على هاد النتيجه هادي. يعني كيكون واخا تشوفوا داك الماء شويه غالب، ولكن عادي جدا، فقط اننا خصهم يطيبوا. هنايا غادي نطحنوهم سواء بالميكسور سواء في المولينكس. انا هنايا درتهم في الخلاط الكهربائي، طحنتهم مزيان مزيان، طحنت معاهم واحد فص ديال الثوم باش هكا يعطيكم البنه في لاصوص ديال البيتزا. بعد ما طحنتهم مزيان، نتوما بغيتو تصفيوهم، انا كنصحكم انكم ما تصفيوهم باش ديك لاصوص تجيكم خاطره وعاقده. هنايا بطبيعه الحال غادي نضيف التوابل كامل. درت شويه د الملحه، شويه د الابزار، شويه ديال الخرقوم عواد، شويه ديال الصفيره، وبطبيعه الحال واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر. غادي نحكوها هكا بين يدينا باش ما نتحصلوش على داك الزعتر هكايا ثقيل في لاصوص ديال البيتزا. درت واحد 4 كاس ديال زيت المائده، وتقدروا انكم ديروا حتى زيت الزيتون. وبطبيعه الحال غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وغادي نحركوا جميع هاد المكونات مع بعض، وغادي نردوهم تاني فوق البوطه. يعني حتى كطيب هاد لاصوص وكتجمر لينا، كتولي كتبقبق هكايا، كتجي فيها دوك الفقاعات. عاد كنطفيو عليها وكنتحصلوا بطبيعه الحال على هاد النتيجه هادي. منين كنطفيو عليها راه كتجي خاطره كما كتشوفوا. شوفوا معايا واحد اللون وكل شيء، يعني ما درناش كاع بصفه نهائيه التحميره، درنا غير مركز الطماطم. وشوفوا معايا اللون كيفاش كيجي خطير خطير. اما البنه ما نعاودش لكم، كتجي واحد لاصوص اللي ناجحه، ويعني تحتفظوا بها في الثلاجه تحت حتى السيمانه وما غيوقع عليها حتى شي حاجه. وبطبيعه الحال الناس اللي باغيه ديرها في الكونجيلاتور راه كتخليها حتى كتبرد تماما، كديرها في اكياس ديال البلاستيك ولا هكايا قراعي تاع البلاستيك، وكديرها في المجمد وكتبقى لك اكثر من 3 شهور 4 شهور ما كيوقع لها حتى شي حاجه. لاصوص البنات كتجي على هذا الشكل هذا خاطره وعاقده، والبنه ما نعاودش لكم راه كتجي خطيره خطيره، احسن من ديك اللي كتباع جاهزه. وهكايا كنكونوا اقتصدنا شويه، عوض ما نديروا ديك 4 ولا 5 ديال الحبات ديال المطيشه باش نصايبوا لاصوص، باش نصايبوا ديك 7 ديال البيتزات كبار حتى 6 ولا 8 ديال البيتزات كبار. كنتحصلوا عليها غير من القشور ديالها اللي كتجي واحد البنه. راه خصكم تجربوها باش تعرفوا علاش كنهضر.
هنايا انايا راه خليتها حتى بات الغد ليه درت البيتزا وقلت علاش لا ما نعمرهاش معكم. شوفوا معايا منين كتبرد تماما كتولي روعه روعه. انا هنايا عاودت طحنتها مزيان مزيان باش تحصل على هاد النتيجه هادي كتجي خطيره. صافي غادي نخليكم بطبيعه الحال العمر هاد البيتزا على الشكل يعني الانسان كما باغي هو. انا درت لاصوص طوماط، غادي ندير البصله والفلفله ودرت الكفته والزيتون واكيد الفرماج خلطت بين الموتزاريلا والفرماج الاحمر. خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه. وبطبيعة الحال أكيد ما ننساوش دائما الفران باش تجيكم البيتزا ناجحة 100%. راه حتى من الأسرار ديال البيتزا أنها باش تجيكم لاصوص فيها هكايا باينة وواقفة ويعني ما نشفاش، أنه الفران يكون سخون بزاف. يعني من فاش غادي تبداو أنكم تعمروا البيتزا ديالكم وضروري أنه الفران يكون سخون بزاف بزاف بزاف. وكما غادي نقول لكم دائما الا عجبتكم هاد لاباط هادي ديال البيتزا من غادي تشوفوها دابا اكيد خصكم تخلوها لي في لي كومونتير باش نشاركها معكم في لا فيديو جديد ان شاء الله. وكيف العاده الا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج باش تعم الفائده وخليتكم فيديو جديد باذن الله.